على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة جايين نعمل مع بعض طبق جميل جدا ولذيذ جدا ومصر كلها بتحبه. النهاردة جايين نعمل مع بعض العجة الجميلة اللذيذة بمكونات بسيطة جدا بطريقة سهلة وبسيطة جدا هتعجبكم ومش هتاخد مننا وقت، وان شاء الله هتكون اجمل عجة والذ عجة زي ما انتم شايفينها كده، جميلة وخفيفة وتحفة كده. يلا بينا، اللي محطش لايك الفيديو يلا يحط لايك ويشترك في القناة، ويلا بينا نشوف هنعمل العجة بتاعتنا ازاي. هنشوف هنعوز ايه عشان نعمل العجة بتاعتنا. انا معايا 4 بيضات، 4 بيضات كبار، لو البيض صغير اعملي 5 أو 6. معايا التوابل، ملح، كمون، شوية صغيرين من الكركم عشان بيديها لون حلو، ربع معلقة فلفل اسمر، ربع بس معلقة فلفل اسمر. معايا 3 بصلات كبار، بصل من الاحمر، غسلاهم وضرباهم في الكبة، مش منعماهم قوي ولا هم خشنين قوي، وسط كده. معايا خضرة، هي كمية من الخضرة، شبت على بقدونس، ما تكتريش الشبت عشان ما يسمرهاش. معايا قرنين من الفلفل الاخضر متقطعين حتت صغيره كده. معايا 3 حبات طماطم، طماطم تكون ناشفه ما تكونش مستويه قوي، متقطعين برضو مكعبات كده. معايا 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار من الدقيق. معايا معلقه من النشا، معايا معلقه من البيكنج باودر، او ما عندكيش بيكنج باودر سايب هتحط اكياس يبقى هتحط نص كيس، نص كيس من البيكنج باودر. يلا بقى نشوف اول حاجه هنبتدي بيها هنعملها ايه. انا معايا قلايه على النار اهي او طاسه، او الحاجه اللي انت هتعملي فيها معلقتين 3 من الزيت. هنزل بالبصل، هحط كميه البصل اللي عندي كلها في الزيت. انت بقى المكونات بتاعتك حسب ما هتعملي، حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها تقدري تتحكمي. يعني لو الكميه بتاعتك هتعملي صينيه مثلا صغيره، انت هتحطي بصلتين مش هتحطي 3. هتعملي اكتر من كده ممكن تحطي 4 بصلات مش 3 بصلات. حطينا البصل بتاعنا في الزيت اهو، نسيبه كده لما يتبل خالص ويدبل كده ويدينا اللون الاصفر ده، نشوف هنضيف عليه ايه تاني. حبايبي بصوا بقى، البصله ابتدت ان هي تصفر معايا اهي، انا مش عايزه احمرها عشان ما تغمقش العجه بتاعتي، تبتدي بس ان هي تلون معايا كده اهي. هنزل عليها بالقرنين الفلفل الاخضر، هنزل عليها بالطماطم، ومعايا 3 فصوص توم مهروسين كده. كل الحاجات ديت نزلت بيها، هنقلبها في بعضها كده. بص لونها جميل ازاي. وهغطي عليها بقى وهسيبها بتاع 10 دقايق كده ولا حاجه، لما كل الحاجات دي تدبل مع بعضها كده ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. حبايب قلبي وصلنا لاخر مرحله في العجه. المكونات بتاعتنا اللي كانت على النار استوت اهي، وبقت دبلره وشكلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وكل حاجه دابت في بعضها. انا سبتها لما بردت خالص عشان ما ينفعش نشتغل بيها وهي سخنه عشان ما تسويش البيض. احنا دلوقتي هناخد البيض بتاعنا معانا اهو، هنحط عليه التوابل بتاعتنا ديت. اللي حابب يحط شطه حراقه يحط، لانها لما بتبقى حراقه بيبقى طعمها جميل، بس انا عندي الفلفل الاخضر فيه نسبه حرقيه كده فانا مش هحط شطه. هرب كل الحاجات بتاعتي دي معايا كويس كده زي ما انتوا شايفين اهي. هبتدي بقى ان انا هنزل بالحاجات اللي عندي دي، الدقيق والبودر ومعلقه النشا. هرب كل الحاجات دي مع بعضها برضو كده.
بالمعروف كده. هبتدي بقى ان انا انزل بالخضرة بتاعتي كده واحدة واحدة. انا طبعا مولعه الفرن. ساعه لما بدات اعمل الحاجات ديت ولعت الفرن، ومعايا صينيه مدهونه زيت وعليها رشه دقيق. ابتدي بقى احط الحاجات دي معايا كده اهي. لو الصينيه بتاعتي تيفال مش هيلزق فيها، بس انا برضو بحب ان انا اعمل احتياطي كده وقصتها دقيق علشان برضو ايه تطلع معايا زي كرة الكيكة كده. هقلب بقى كل الحاجات اللي معايا دي كويس جدا كده اهي، تقليبها كويسة كلها ببعضها. خلصنا الخليط بتاعنا، عملناه كويس كله في بعض اهوت. معايا بقى الصينية بتاعتي اللي انا هسوي فيها. ابتدي بقى ان انا افضي كل الحاجات بتاعتي فيها كده. ريحتها جميلة جدا. ابتدي بقى ان انا افردها في الصينية. فردتها في الصينية بتاعتي كويس اهيت. ادخلها الفرن بقى تستوي كده كويس. لو لقيته وشها محمر شفعيها على الشوايه شويه وشها يحمر، ونرجع نشوف شكلها ايه. بعد ما خلصنا مع بعض العجه بتاعتنا طلعت من الفرن جميله جدا، وشكلها مش هقولكوا لذيذه بقى عشان لسه ما دقتهاش، بس شكلها تحفه وريحتها جميله جدا جدا. بصوا شكلها بيحكي يعني، طالعه جميله جدا ما شاء الله. وتدوقوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك، ولو بتشوفوا القناه لاول مره ما تنساش تشترك فيها، واستنوني في فيديو جديد واستفيد مع بوسي.